ليش؟ لان ما كان متحضر المقاتل اللبناني، المفروض يكون عنده واقي الفم. يبدا النزال. يعني هاي مرتين نشوفها مقاتل ياتي من غير واقي الفم، وهذا اول شيء المفروض يكون حاطه، المفروض يتاكدوا من عنده. خميدوف بالسروال الازرق، صراف بالسروال الاسود. صراف يمثل لبنان، خميدوف يمثل طاجكستان، ونعرف مقاتل طاجكستان داخل على الارض، بس راح يكون امامه يعني المقاتل اللبناني عايش بالبرازيل، ومثل ما قلنا مقاتل مخضرم من M1، عنده يعني طريقة قتاله طريقة سريعة. تحول من، على فكرة هو المفروض يكون على البطاقة العربية، ولكن تحول إلى البطاقة الدولية بعد ما كنسلوا الفايت مالته على النسخة العربية. صراف بين عليه متمكن بالقتال الأرضي، ولكن أمامه مقاتل خميدوف، مقاتل طاجستاني. نعم، مقاتل من طاجكستان امام مقاتل. شوف رأسا ناخذ القتال على الأرض على طول. تواجد ومقيم في البرازيل، فبالتالي جوجوتسو برازيلية راح تكون أداة صراف الأقوى في النزال. والتعليمات أيضا من ركن مقاتل صراف. ويستمر الضغط لصالح المقاتل اللبناني. على طول يذهب المقاتل الطاجكستاني الى السياج، قاعد يحاول يصعد عليه على ياخذ وضعية الاعتلاء، بس المقاتل اللبناني مو معطينا اي فرصه له، ما في اي فرصه للمقاتل الطاجكستاني في النزال الارضي، ما زال. وضربة كوع، ضربات كوع جميلة، ضربة كوع جميلة من صراف. ضربة هامر فيست إلى وجه المقاتل صراف. وحدي يأمر باستمرار الحركة والفعالية في النزال الأرضي. اللي يعجبني بالحكام هذه الليلة والليلة اللي فاتت، إنه قاعد يقول لهم دائما تحرك تحرك تحرك، دائما لازم تعطيني حركة. المقاتل الطاجكستاني يحاول يتحكم، كان ممكن المشكله السياج ما يخلي المقاتل اللبناني يتراجع على الخلف. ضربات خطافيه يساريه من المقاتل الطاجكستاني، موجودين علينا قريبين جدا على السياج. نعم، النزال الارضي رائع جدا الى حد الان من صراف، وايضا من المقاتل حميدوف. صراف الى حد الان هو المسيطر على اجواء النزال الارضي، وفي محاولات جاده للمقاتل حميدوف بالوقوف. شوف هاي الضربات لما يضرب ضربات على الاذن تخلي الهواء، يعني تخلي مثل يعطي فرصه يجفل بالضربه. لما واحد يمسكك بضربه البير، عفوا مسكه البير هاج وايديك طالعات، تضرب على الاذان، تخلي الشخص يتحرك يبعد عنك قليلا، ادير الشخص المهاجم. صراف يعرف شو اللي يقدر يسويه حميدوف في الوقت الحالي؟ المقاتل الطاجكستاني ضربات الكوع ممتازه، لو يبقى يخلي ضربات كوع يهبط عليه بضربات كوع ممتازه. هو قاعد يحاول يصارع، المفروض ضربات من هذه المسافه القصيره تساعده، خصوصا ضربات الكوع وهي ساقطه للاسفل ممكن تتاثر بشكل كبير. و30 ثانيه الاخيره مشاهدينا الكرام على نهايه الجوله الاولى. صراف امام حميدوف، مقاتل اللبناني امام مقاتل طاجكستاني. خميدوف الملقب بموغلي،
من ذا جنجل بوك. بلال فتى الادغال 10 ثواني. هاي اللي قاعد اقول لك عليها انه ضربات غلط. تنتهي الجوله. الفائز ياخذ 10 نقاط، الخسران ياخذ 9 فما اقل. المقاتل اللبناني يجرب ركبه طايره ولكن بعيده جدا. المفروض هي فرصته انه يحاول، اعتقد حتى حركاته حركات كابويرا، ولكن راسل اخذ، يعني اخذ في نصف بعد 15 ثانيه او 14 ثانيه. اخذ المقاتل اللبناني صراف الى وسط القفص. فابريسيو صراف قام يقاتل في وسط القفص. خاميدوف يعرف ايش قاعد يسوي، قال له قاعد يعتمد على السياج للوقوف، وهي طريقه الدفاع على الاسقاط. خليه ياخذ بنص القفص. ضربات مستمره من ولكمات من صراف الى خصمه حميدوف. محاولات للتخلص من حميدوف. المشكله صراف قاعد يسوي بس دفاع، ما عنده يعني راح تقول له كيف راح تفوز بالنزال؟ هو ما قاعد يطلع من الدفاع عشان يذهب للهجوم لكي يذهب الى الفوز. يعني الشيء الوحيد اللي قاعد يفكر فيه انه يمكن يخاطر وياخذ له تراينجل تشوك ولا امبار ولا شيء. عنده في فرصه ممكن تكون للارم بار او التراينجل في الوضعيه الحاليه. لا لكن حميدوف قوي جدا. حميدوف اذا يعطي ايده، بس ما قاعد يعطي ايده اصلا، ايده ما داخله داخل بين الذراعين. دقيقتين و55 ثانية نهاية الجولة الثانية، وضربات مستمرة من كلا المقاتلين، المقاتل اللبناني وأيضا المقاتل الطاجكستاني. صراف يحاول الوقوف. يمكن باي لحظه داين موحد يقول لهم ارجعوا على الواقف. احنا في هاي الوضعيه تقريبا صار لنا دقيقتين وخمس، يعني دقيقتين و45 ثانيه. يعني بعد 14 ثانيه اخذ الاسقاط على الارض. المقاتل الطاجكستاني خاميدوف. دقيقتين من المصارعة بين المقاتلين. اللبناني صراف قاعد يحاول يبقي نفسه ملتحم مع الطاجكستاني عشان يتجنب وطأ الضربات والأكواع. قوة جسمانية كبيرة جدا للمقاتل الطاجكستاني حميدوف، وكيج كنترول لصالح حميدوف في هذه الأثناء. ودقيقة و20 ثانية على نهاية الجولة الثانية، ويكرر دان موحدي باستمرارية الحركة. يعني لازم لازم توخرون بروجريس. المفروض تتحرك تتمشي، تلاقي طريقة تحاول تفوز بيها، مو توقف في وضع محايد. ماذا قاعد يصير؟ ضربة ابر كات من المقاتل صراف مرة ثانية. هي قوية لحميدوف. بدينا نصير لكمات وضربات في اخر دقيقة. ضربة او عفوا ركلة الى جسد صراف. حميدوف وابركات، يعني هاي 3 مرات سوى ابركات، 3 خابوا. خلينا نشوف الرابعة تصيب ولا كانت خطافية. صراف المفروض يستعملون ضربات مستقيمة اكثر، بس يعني 2 قاعد يحاولون يسوون ابركات. اعتقد صراف في عنده ركبة طائرة. ابركات، لكن يذهب اسقاط لصالح حميدوف في 20 ثانية الأخيرة من عمر الجولة الثانية.
خلينا نقول رياض جولتين لحميدوف الى حد الان. اي ليش لا؟ يعني تعرف صراف ما قاعد يعطينا اي شيء عدد المرات. يعني ماتش فوتبول 45 دقيقه 45 تلاقي حالك بس دقيقه 87 اليوم انا هيك حسيت. شو رايكم انتم؟ اليوم في نزالات، نعم رتم سريع كان جدا للنزالات. نزالات في كثير من النزالات كانت ممتازه. النزال النسائي بين اعتقد الانجليزيه داكوتا مع باولا كان نزال يمكن اكثر من ممتع. هاي نزالين على فكره النسائي ممتازين، فانا اتوقع النزال راح يكون على اللقب، راح يكون اكثر من ممتاز. امبارح منى وكوني، انا شفت منى عم بتعلق، واليوم كملنا مع باولا وداكوتا، وعندنا الكومين ايفنت كورين وكارولينا. This is a big thing. نعم. بس احنا نرجع هون لليوم للجيم لصراف ولخميدوف. حبيت اقول لك انه انا سمعت انه صراف كان المفروض يكون بالنسخه العربيه وتحول النسخه الدوليه. نعم. لعدم وجود. حلو انه شوف هاي فوائد النسخه الثلاثه او النسختين متتابعتين، يعني لذلك نطمع ان تبقى هذه النزالات تكون هالشكل. شكرا ريو وماجد انه اشرتوا لهي النقطه المهمه، لانه في بعض الناس وبعض المتابعين عندهم يعني لو بيجوا سوء فهم، بس فكروا ان اليو وورز ارابيا كسلسله يمكن تكون تقنيا اخف من الانترناشونال، بس بعتقد اليوم صراف وجوده اليوم بالانترناشونال ايفنت 1 داي تحضير يدلك انه احنا الحمد لله كمنظمه المهارات اللي عم نقدر نجيبها من كل العالم على نفس المستوى، نفس الرقي ونفس النضج بالتقنيات والديسبلين. بس انا ما اتفق معك بالنسخه العربيه. النسخه العربيه شعبيتها اكثر اكيد لا شك. انا اقول لك النسخه العربيه بكره راح تكون مشعلله. اعتقد انه حتى احنا بالنسخه يعني بالنزال الرئيسي حاطين طارق سليمان طبعا يعني نعم مقاتل عربي يمثل العرب في الفخر اليوم في النسخه الدوليه. يعني احنا وين موجودين؟ احنا عاصمة كل العرب، عاصمة الفنون القتالية المختلطة. شوف الحمد لله احنا بعاصمة المحبة والسلام وكل شيء طيب، وعاصمة الجيتسو وعاصمة الميكس مارشال ارت. بس نرجع للكيج ريو اليوم اللي عم بتطلع على صراف، للأمانة في بعض الناس حكوا لي فؤاد يعني واي از هي هير؟ صراف ما عنده نفس الخبرة اللي عنده اياه خصمه اللي هو كاميدوف. قلت لهم ليت ذا كيج جادج. ففي ناس توقعوا انه بالجولة الأولى راح تخلص، بس انا لحد ما عندي انا تقنيات، بس انا شايف الجيم ند ولا لا ريو؟ يعني خسران جولتين برايي. بس تعرف ليش؟ ما في حركه كثير. القتال على الارض رتيب. ف يعني على فكره ممكن باي لحظه ياخذ الارم بار، لو يسحب ذراعه يمكن ينهي النزال لصالحه على فكره. يو نيفر نو. هي حلاوه هذه حلاوه الام ام اي. نعم المفاجات دائما تكون موجوده. ويمكن يكون هذا تكتيك. انا عارف انه انا مش ما عندي قوه الخصم، بخزن مخزون قوي من الطاقه اللي عندي، واخر دقيقتين اي جو توربو. وهي عنده دقيقتين ممكن يحول يعني ممكن سياخذ تراينجل تشوك لو عنده فرصه وعنده مجال يكون في. المشكله خميدوف مقاتل متمرس اعتقد، وعلى فكره ولا خسران صح؟ متمكن في النزال الارضي بشكل جدا كبير. هاي النقطه اللي حبيت اتكلم معها قبل شويه، قاعد اتكلم معها قبل ما انت تجي. احنا عندنا نزالين كانوا الاقطاب الاربعه اللي فيه مو خسرانين ولا نزال. الاقطاب الاربعه والنزال قبله عبد الله الييف كان ايضا عنده 12 صح 11-0 كان موجود. صار 12-0 عندنا اليوم. نعم صار 12-0 بعد نزال كان رائع، وسيطره في النزال الارضي كانت ممتازه جدا بالنسبه لي علييف. وايضا نزال السيدات رياض ما كانت فيه ولا خساره، وقدام داكوتا كان ممتاز. نزال البارحه ونزال اليوم نزال السيدات ممتاز. باقي حوالي 90 ثانيه. الهوكات بتشكركم على استضافتي وبترككم لتعليقكم، وبنرجع تستضيفوني مره ثانيه، ويسعد مسا جماهيرنا كلها بكل انحاء العالم. بتمنى تتمتعوا. كل الشكر لك وبكره ان شاء الله فؤاد، وشرفتنا ونورتنا. الله يسعد. شكرا. ودقيقة و10 ثواني أخيرة في النزال، وإلى حد الآن يعني حميدوف هو المسيطر تماما على أجواء النزال، وخصوصا بالنزال الأرضي. باقي حوالي 45 ثانية. مرة أخرى حميدوف ياخذ. هسه حميدوف يمكن راح يحاول ياخذ ظهره، وفعلا سوى يعني مو بدي تراينجل، مش بدي تراينجل، لكن خلينا نقول تقريبا مسيطر على جسد صراف. فابريزيو صراف الملقب ببيل، لبناني عايش بالبرازيل، مقاتل مخضرم. يعني
خميدوف اعتقد فريقه قاعد يطلب من عنده يضرب بركبته على راس صراف، بس ما في وقت، اعتقد في 5 ثواني فقط وينتهي النزال، وانتهى النزال. Judges have it the same, 30-27 for your winner by unanimous decision, Sarbajan Mowgli Khamida.